هذا رسول الله روحي له الفداء، المظلوم الآن تريد تروح تسلم عليه ما حد يسمح لك تسلم عليه، صح ولا مو صحيح؟ أبدا. سبحان الله. أنا يعني طلعت من الحرم هالشكل سلمت على رسول الله، وهذا الباب هاي السنة هالباب هذه اللي عند النبي ما تطلع من عندها، فهالشكل وضعت خدي على الباب وقبلت الباب بهدوء، وإذا المراصد الجوية التقطت الصورة. فهمت شلون؟ الأواكس التقطت صورتي وأنا أقبل الباب، التفتت وإذا اثنين واقفين من وجوههم ما شاء الله من أهل الجنة مبينين كثير، من وجوههم من أهل الجنة. قال لي أنت عليك محكمة. أنا معي هاي السنة. قلت له محكمة لماذا؟ قال لي أنك قبلت باب الرسول. قلت له عظيم. أولا لا ينبغي النزاع والتخاصم والمخاصمة عند رسول الله، ولكن إذا كان تقبيل الباب يستدعي تشكيل محكمة عسكرية فمعناه تقبيل الباب جريمة وخيانة عظمى. وإذا كانت المسألة بهذا الشكل فالله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لازم تكتبون إعلان أنه لا يجوز تقبيل الباب، وتقبيل الباب هو جريمة تستحق تشكيل محاكم ثورية وعسكرية. قال أنا ما أعرف الكلام هذا، أنا ما أعرف هذا الكلام. زين. سبحان الله. وإذا أنا وجدت نفسي الآن أمام هذا الإنسان حقيقة صم بكم عمي، لا سماع ولا منطق ولا نظر ولا تعقل. قلت له أنا أروح معك، أنا أخذك للمحكمة مو أنت تأخذني، أنا أخذك أريد أشوف هذا القاضي اللي راح يقضي بهذه الجريمة أنه عنده آية من القرآن أو حديث أو قصة أنتم تذكروها أنه واحد من أصحاب النبي دخل المسجد وقبل باب المسجد ورسول الله جلد 5000 صوت. هو يطلع عليه. قلت له أنتم بهذا تنشرون الإسلام؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تسلم عليه بصلاتك، وصلاتك ما مقبولة إذا ما تسلم على النبي. الآن إذا تقبل باب المسجد، هاي الباب تقبلها هذا الخشب، إذا تقبل عليك تشكيل محكمة عسكرية. إذا أنا أجي أقبل باب بيتك شنو حكمي؟ أو أقبل عبايتك أو أقبل هاي الغطرة اللي على راسك شنو الحكم؟ وإذا كان التقبيل حرام فأول المجرمين أنت. قال كيف؟ قلت له لأنه بالبيت أنت تقبل زوجتك ولا ما تقبلها؟ قال شلون؟ قلت له إذا القبلة فيها جريمة وحرام نفس الشيء تنسحب عليك أيضا، تنسحب عليك. بعدين يصير الأصل في القبلة الحرام. وفي مناسك الحج لازم الأصل يكون حرمة تقبيل الحجر الأسود، لازم الحجر الأسود ما نقبله، ما يجوز، لأن الأصل يكون الحرام وليس الحلال. بعدين سبحان الله أنا شفت أحكي مع جدار هالشكل، أي والله. بعدين هالشكل تركته ورح ظل هو يصيح يحكي، أنا ما التفتت له الآن. اجتمعوا الحجاج شافوا لا هاي مسألة كبيرة، ترك راح. فشوفوا حقيقة رسول الله مظلوم ولا مو مظلوم؟ يعني هذا الفكر السطحي التافه اللي ما في معنى هكذا يكون. او تروح للبقيع وتشوف هالأئمة العظام روحي لهم الفداء، تشوف 4 من الأئمة أحجار، 4 أحجار موجودة هناك، ولا أحد يتحدث معاهم ولا أحد يتكلم، لأن احنا خلص وصلنا إلى مسألة من الذل والهوان، بعد ما عندنا قدرة ولا عندنا ثقة حتى بكلامنا. ما عندنا قدرة نقول أن هؤلاء أئمتنا. يا جماعة تعالوا، أنتم ما تقرؤون سورة الكهف؟ ذولا أصحاب الكهف ما كانوا من أبناء الأنبياء، لكن يقول ابنوا عليهم بنيانا. فتعالوا ابنوا بنيان على قبور البقيع، ابنوا بنيان. قبور لا تبنون، لكن بنيان ابنوا عليهم. الله يقول فابنوا عليهم بنيانا لنتخذن عليهم مسجدا.
فسبحان الله المظلومية أكثر اليوم. وهالوجوه الطيبة هذه تستطيع أن ترفع هذه المظلومية بالفكر والقلم والبيان واللسان والجرأة الأدبية والشجاعة، أنه الإنسان يقول كلمته. لكن طبعا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإلا واحد ما يخليك تسلم على رسول الله نبيك ما تصح تسلم عليه، ما لك حق تطلع عليه، ما لك حق تقبل باب المسجد، ما لك حق تقبل الضريح. وأنا أذكر في سنة 72 لما كنت أروح للحج ما كانت هذه الأبواب أبدا، كان الضريح موجود، القبر موجود، الناس يأتون يقفون على القبر يسلمون على النبي. غاية ما في الأمر كان واحد موجود من هؤلاء ما يسمح لك تصل الشكل، تصل ما يسمح لك تصل إذا ايدك فيها 100 ريال وصلت هناك تروح تسلم شو اسمه. الآن لا، الأمور تغيرت. طبعا الإنسان هكذا يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا.